في غربة الأخلاق والإيمان. إن الرسول قد اصطفاه إلهه بمكارم الأخلاق واللذات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بدأ وحتى بلاش الوقت حتى يطلع واقتفى أثرهم واستثنى بسنته إلى يوم الدين. من رحاب مسجد لا انا محترف ولا انت عارف. والرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور معالي وزير الأوقاف أسامة الدفعي، وفضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف الغربية، وفي حضور فضيلة الدكتور محمود شوقي مدير إدارة الأوقاف السوري. ونسعد بوجود القامة والضيف الكريم وصاحب البيت أيضا معالي الأستاذ أحمد حسين رئيس مجلس مركز مدينة مسلول. أهلا بك ومرحبا بين أهلك وإخوانك، جعلك الله عز وجل عونا لقضاء حوائج الناس والصالحين، اللهم آمين. وفي حضور أيضا فضيلة الشيخ صاحب الضيافة إمام وخطيب المسجد فضيلة الشيخ محمد إسماعيل بدر، وفي حضور الأستاذ الدكتور شعبان بن علي أبو طه أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. نسعد برجال جاءوا إلينا يشاركوننا الحفل الكريم الطيب المبارك إحياء لذكرى الإسراء والمعراج من رجال الإعلام والصحافة والتلفزيون، وعلى رأسهم كبير مذيعي إذاعة القناة السادسة التلفزيون المصري صاحب البيت وصاحب المكان الأستاذ أيمن سعيد فطر. أهلا بك ومرحبا بين أهلك وأحبابك. كما يحضر أيضا من أبناء القرية ومن أساتذة ومن مذيعي القناة السادسة الأستاذ عبد الفتاح شعبان بشير. أهلا ومرحبا بك. ومن مخرجي قناة السادسة الأستاذ أشرف الدبابي. أهلا ومرحبا بك في قرية قرنفل ومركز مسلول. ومن السادة الأفاضل الأكارم عمدة تبيت الخير الأستاذ أشرف جاسم. ومن رجال الأزهر الشريف أستاذنا المبارك الأستاذ أحمد المزيد. ومن رجال الدعوة الإسلامية في هذه القرية الطيب أهلها فضيلة الشيخ محمود أبو الخير، وفضيلة الشيخ أحمد مفرح شعبان، وفضيلة الشيخ سيد مسائل. ومن السادة الضيوف ورجال الدعوة الإسلامية فضيلة الدكتور يحيى سلام. ومعنا من الضيوف الكرام الأستاذ أسامة خضر. كلكم بأسمائكم وبصفاتكم الطيبة الكريمة نزلتم بنا سهلا وحللتم أهلا ومرحبا. جعل الله خطواتكم في ميزان حسناتكم، طبتم وطاب مشاكلكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. مع البداية الكريمة وكما تعودنا أن الأعمال في الإسلام تبدأ دائما وأبدا ببسم الله، فببسم الله نستمع إلى القارئ والمبتهل فضيلة الشيخ محمد السيد عرفة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان